تعال اوريكم ازاي النهارده هعبي اكبر كميه بريل مواعين. صحيت على اذان المغرب فبسرعه دخلت الحمام، اتوديت وصليت المغرب وفطرت المغرب ولبست شبشبي وطلعت على اوضه البريل عشان نعبي اكبر كميه بريل. اخيرا يا جماعه الصيف جه والواحد هيشتغل براحته. هو انا عارف يعني انا مش بشتغل ولا في الصيف ولا في الشتاء، بس الصيف بالنسبه لي في الحر احسن من البرد بتاع الشتاء. في الشتاء ده انا الشتاء ده والله العظيم باخده نوم من اوله لاخره. يعني اصحى من النوم واكون شبعان نوم واروح انام تاني وانعس برضه. فان شاء الله يعني دلوقتي هنشتغل اكتر باذن الله في الصيف. واحنا اكتر مره عبينا فيها عبينا 41 لتر بريل. فالمره دي هنشوف هنعبي كام، بس تقريبا المره دي مش هنجيب ال 41 لان نوع الملح اللي كنت بستخدمه غيرته. فمش عارف بقى ده نوع اقل شويه، فمش هيجيب تقريبا ال 41 لتر. احنا هنعبي وهنشوف. جبت علبه فاضيه، علبه بتشيل لتر، لان انا معيش ميزان فمش عارف بقى اللتر ده هيبقى قد ايه، فمنها بعبي ومنها بتعفيني عن الميزان. فضلت اعبي واكيس وارص لحد ما لقيت نفسي عبيت 23 لتر بريل. الخلطه المره دي عملت لي 23 لتر بريل، يعني في 3 لتر هم المكسب بتوعي ب 15 جنيه، اللتر ب 5 جنيه. يعني لو ادينا وزعنا ال 15 جنيه دي على ال 20 لتر بريل اللي عملناهم، اللتر فيه مكسب 75 قرش. يعني ما جايش من لف على البيوت، ما جايش من الهم والضغط اللي بستحمله وانا بفاصل مع الستات. يعني انا والله ايه اللي صحاني، انا هروح انام والله العظيم اكمل نوم.